بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على تسويق القيمة. فخر العرب محمد صلاح في أكتر من اختبار بيأكد لنا يعني إيه معنى القيمة. القيمة اللي في ناس كتير تدعي اللي هي عندها القيمة، وفي أول اختبار بتلاقيها بتسلم بيتم استخدامها. مطربين تلبس حلقان ومتخيلين لده من العالمية. مطربين ضربت معهم بعض الأغاني بدأوا يلبسوا له قمصان نوم شبكة ومتخيلين دي اللي هم وصلوا مستوى، والآخر بيبان فعلا الحجم. محمد صلاح بجانب إبداعه وتميزه في كرة القدم، ولكن كان بيدينا القيمة. محمد صلاح هو في أوروبا وفي إنجلترا معقل الإسلاموفوبيا، بقيمته وتأثيره وسلوكه أثر بعد ما كان هناك هجمة شرسة، ولكن بقيمته وتأثيره وسلوكه وفرضه للقيم بتاعته أكد هو يملك القيمة. محمد صلاح كان بيعمل إعلان يقول لك أنت أقوى من المخدرات. أثبت بعد انتهاء الميركاتو واتقفل في السعودية والمبالغ الرهيبة جدا الأسطورية اللي كانت بتتعرض عليك، اللي انت صاحب قيمة، اللي انت أقوى من الدولارات، اللي انت ليك قرار. انت هنا مش بتعاند أو اللي انت مجرد عاوز تظهر أو تبقى شو، لا 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 لا، انت ليك منهجية. لم تغريك أعلى صفقة في التاريخ في كرة القدم، لم تغريك اللي انت هتيجي على لعيبة واخدة البلندور اكتر من مرة، كريستيانو وبنزيما، ولكن انت صاحب قيمة. لم تظهر في فكرة السوشيال ميديا والميديا وسوف فأثبتت يعني ايه كلمة القيمة، لدرجة انت جعلت من لهم اهم حاجة عندهم الماديات. وممكن نقول الامريكان ما تفرقش عندهم فكرة البيزنس. ما قدرش اللي هو يعمل عملية قصر ويقبل اللي هو يبيعك، لانه اتحط قصاد سلوك صاحب قيمة. ما قدرش اللي هو يتعرى قصاد جمهور ليفربول وقصاد العالم. فقيمتك وتأثيرك أكد أن القيمة لا تباع ولا تشترى. للأسف في ناس بتاخدها بشكل سطحي ساذج. يعني خلال الشهر اللي فات بقيت الواحد يتفرج على صحفيين أو مذيعين أو كلام لأنهم لم يدركوا القيمة. من يدرك القيمة عمره ما يطلع أي كلام إلا لما يكون فعلا أكيد، ولكن كله دخل في الموجة. كل عاوز يبقى عنده السبق بلا قيمة، وبالتالي عادي اللي هو يبقى كلامه كذب، كلامه مرسل، كلامه. لو كانوا يدركوا يعني ايه كلمة القيمة، محدش كان يخش في هذا السباق المتدني اللي مجرد يقول اخبار ساذجة اخبار. ثم تلاقي الناس اللي كانت بتتشدق بأهمية صلاح بدأوا يحاولوا يقللوا بعد ما الصفقة يعني ما حصلش التوفيق فيها. لاعب عادي. مش انتوا متناقضين ليه يا جماعة؟ اجعل عندك قيمة، فإن لم تستطيع فتجنب. اهدأ. تعلموا يعني ايه قمة القيمة. شعوب انفعالية بتبان فكرة السطحية في السلوك. الراجل لم يخطأ، والراجل بيبقى فاهم اللي ليه قرار، ولم يغرينا اي دولارات. فان كانوا يتم اغراءكم ولكم تمن يتم شرائكم حتى لو بمبالغ، هو لا، حتى لو كانت بمبالغ ضخمة جدا. فالقيمة شيء عزيز جدا، نادر لانه لا يباع ولا يشترى. فهو ادانا درس سواء داخل مصر، السعودية، في الوطن العربي، على مستوى العالم. الإنسان لم يهتز بأعلى دخل، أعلى صفقة في العالم في كرة القدم، ولكن كان في عنده قرار. قد يكون يقول لك هتنقل فيما بعد، لكن ليه قرار معين، ليه منهجية معينة. حتى بعد ما تقريبا انتهى الميركاتو ظهر تقريبا أمير سعودي معاه، وهو بياكلوا أو حاجة زي كده أو في مطعم، وهو تقريبا تبع الهلال او حاجات زي كده. وليد الفراج احترمه ساعه اما قال صلاح جه بنحبه بنحترمه، ما جايش برضه بنحبه ونحترمه. مش معنى اللي هو مش هيجي لك يبقى خلاص صلاح وحش، ده اقل ناس كتير على منه. فالواحد بيضحك. يا جماعه خليكم متسقين
مع المفهوم والإدراك القيمة. كلامك ولا هيقدم ولا أخر، لأن صلاح عمل القيمة والبصمة العالمية، سواء أشهر نجوم العالم، سواء أشهر المجلات والصحف المختصين عارفين قيمة صلاح. مع سلوك الأخير ده العالم بيدرسه، العالم هيقف قصاده يصمت ويحلل ازاي حد عدى فوق ال 30 سنه يجيله مبالغ رهيبه جدا وسهل جدا ينتقل بدون رضا ليفربول، او كان ليفربول مستني اللي هو يقول ولم يقول. تعلموا يعني كلمه القيمه. القيمه، القيمه هي اغلى شيء، حتى لم تكن او لم تمتلك اي جنيه او دولار او ريال. القيمه غاليه جدا. يا ريت نتربى على فكرة القيمة، ما نقولش حاجة قبل ما يبقى فاهمينها. لم نختلف مع حد مجرد اللي هو مش متوافق معانا، لم نهاجمه. القيمة شيء عالي جدا، القيمة شيء عزيز جدا، يا ريت نستوعبها. لعل وعسى اللي حصل خلال الشهر وانتهى بعدم انتقاله ليس تقليل في الاتحاد وليس تقليل في الدوري السعودي، ولكن لازم يبقى الاحترام متبادل. الناس المتناقضة في قنوات مشهورة ومحللين ومش عارف صحفيين يقولوا كلام ساذج، يبقوا متناقضين، مش انت، لانك لم تملك القيمة، فانت قرارك او رأيك ملوش اي قيمة. القرار والقيمة لمن يدرك اهمية ما فعله صلاح ولم يهتز امام هذه الاغراءات التي لا يستطيع معها اي شخص ان يصمت قصاد هذه الاغراءات الماديه. يا ريت درس القيمه ليا ولمصر وللسعوديه ولكل الناس تفهم يعني ايه كلمه القيمه. القيمه غاليه جدا. فشكرا صلاح، وفعلا شابوه. شكرا.